السلام عليكم، مرحبا بكم حبيباتي، مرحبا بكم في قناتي. بما أنه راني غبت يعني وطولت، جيتكم اليوم بهذه الوصفات السهلة والبسيطة، وصفات اقتصادية. كنت يعني درت اليوم شخشوخة، ودرت اللم فرمسة. حبيت نشارك معكم اليوم واش طيبت اليوم نهار تاع الجمعة. بما أنه يعني احنا كأسرة جزائرية نحب دائما نحضروا اليوم الجمعة نديروا طبق تقليدي، وانا حبيت نشارك معكم واش طيبت اليوم. راح نبداو على بركة الله، بالصلاة والسلام على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. عذروني حبيباتي بما أنه راني طولت عليكم، وطولت هذه المرة، طولت يعني بزاف. يعني من رمضان ما حطيت حتى فيديو، يعني هذا سبب يعني ماهيش يعني ما كانتش عندي يعني ظروف، يعني ولا كنت مريضة، ولا كنت بصح كنت يعني خمولة شوية، وكنت شوية من عيانة، يعني التعب تاع رمضان. ولا علي هذاك التعب تاع رمضان على بها تكاسلت شوية، ما قدرتش نحط لكم فيديوهات يعني من هذاك الوقت، يعني بما انه راني مصورة فيديوهات في التليفون، بصح للأسف يعني ما قدرتش نحطهم. اليوم حبيت نشارك معكم هذه الوصفات اللي درتها اليوم. المهم حبيباتي، هنا كما راكم تشوفوا البنات، انا راح ندير معكم اليوم صحن يعني تاع المفرمسه. حبيت نخلط اليوم، درت يعني ولادي يحبوا هكذا ويحبوا هكذا، يحبوا المفرمسه ويحبوا الشخشوخه. على بها قلت ندير صحن تاع شخشوخه وصحن نتاع المفرمسه. يعني انا كنت درت البارح، يعني درت المحاجب، يعني للاسف ما صورتش الوصفه تاع المحاجب. درت المحاجب، ويعني كما يقولوها ضربت عصفورين بحجر واحد، درت شويه تاع المحاجب وطيبت شويه نتاع المفرمسه، وحبيت نديرها اليوم ونشاركها معكم. كما راكم تشوفوا البنات، يعني في هذا الاشوار حطيته قدامكم. قصيت نص حبه نتاع البصل تكون كبيره، وحبه تاع طماطيش يعني متوسطه صغيره، ودرت قشرت حبيبه تاع بطاطا وحبيبه نتاع اللفت. حبيت المفرمسه تاعي تجي فيها هذيك الريحه نتاع اللفت، يعني داك الريحه تاع اللفت تجي بزاف بنينه في المفرمسه، ولا حتى في الشخشوخه. المهم انا حبيت ندير زوج اطباق، يعني بمرقه واحده. يعني طيبت مرقه واحده ودرت زوج اطباق. المهم انتم تتبعوا الفيديو تفهموا كلش، يعني ما كان نكثر نشرح بزاف. المهم حبيباتي، في هذا الكوكوطه حطيت كويس تاع دجاج كما راكم تشوفوا، وهنايا في هذاك لاشوار كما قلت لكم رحيت البصل ورحيت طوماطيش والثوم، فرغتهم على هذوك الكويسات نتاع الدجاج، وزدت ضفت كميه نتاع الزيت، وقليت الدجاج تاعي قليته مليح. وهنا بديت نضيف كما راكم تشوفوا في البطاطا واللفت، وضفت الفلفل. هنا اليوم المفرمسه تاعي ولا الشخشوخه تاعي واش نقول لكم، حرحرتهم بزاف، جو حارين وجو ما شاء الله، يعني البنه واش نقول لكم، البنه تهضر وحدها. هنا البنات درت يعني التوابل، درت غير فلفل اسود، درت الكزبر، ودرت راس الحانوت، وزدت درت الحمار الحار. كما قلت لكم انا اليوم راني محرحره الحاله، درت الحمار الحار، درت الهريسه، ودرت الطوماطيش كما راكم تشوفوا، ودرت الملح، يعني الملح اللي ديما ما ننساوهش. وهنا حبيباتي ثاني راني نسيت نزيد الحمص، يعني من بعد ما تفكرتوا حليت الكوكوطه تاعي وزدت لحت الحمص. قليت الكوكوطه تاعي، قليتها مليح، ضفت لها كميه تاع الماء، يعني كميه قليله تاع الماء، وقليتها مليح. هنا حطيتها تتقلى، وراني نعتلكم في المفرمسه تاعي اللي درتها. كما قلت لكم البنات، يعني درت المحاجب كما قلت لكم، ومن جهه طيبت شويه نتاع المفرمسه باش درتها اليوم. شوفوا البنات، هذه هي الكميه اللي درتها، هنا قيس كيلو ولا كيلو ونص تاع المفرمسه. قطعتها، وهنا من بعد ما قطعت المفرمسه تاعي وليت للكوكوطه تاعي بعد ما تقلات مليح، غلقت عليها غير شويه برك، وخليتها حتى نغلات شويه، نقص الماء تاعها وغلقت عليها وخليتها طيب في خاطرها. هنا حبيباتي زدت وليت المفرمسه تاعي كما راكم تشوفوا، وبديت نقطع فيها بهذه الطريقه. هذه هي المفرمسه تاعي بعد ما قطعتها، يعني ما قطعتهاش كامله. وهنايا حبيباتي جبت شخشوخه تاعي، هذه شخشوخه تاع لاله فاطمه، او
والله غنسيتها. آه، شوفوا البنات، يعني حطيت الشخشوخه تاعي في هذا السنيوه، ودرت لها كميه مليحه تاع الزيت. دخلت هذاك الزيت في الشخشوخه، خلطتها مليح وحطيتها تفور. هنا البنات راح الشخشوخه تاعنا راح يعني نفوروها يعني 3 فورات حتى تطلق روحها مليح. هنا كما قلت لكم البنات، من بعد ما تفكرت الحمص تاعي بلي ما لحتوش، نحيت الكوكوطه ولحت الحمص تاعي. هنا شوفوا البنات، هنا من بعد ما فورت الشخشوخه تاعي 3 فورات حتى نطرات مليح، ودرت لها شويه نتاع المرق باش يعني باش تنفخ معايا الحبه تاع الشخشوخه. وهنا يا حبيباتي راح نجمر الشخشوخه تاعي من بعد ما درت لها الزبده وكملتها. حطيتها في هذيك الكاسرونه، خليتها تتجمر. وهنايا راح نبدا نسربي معكم المفرمسه تاعي والشخشوخه. كما راكم تشوفوا المفرمسه تاعي من بعد ما طابت لاصوص نتاعي، فورت المفرمسه وطابت هذيك الشخشوخه. وكما كنتوا تلاحظوا درت ثاني طبسي تاع تاع سلاطه، عفوا نتاع سلاطه وقريعه نتاع قازوز، وحنا اتغدينا. يعني هذا هو كان الغداء تاعي تاع اليوم الجمعه. حبيت نشاركه معكم، يعني كأي دار يعني في الجزائر كامل يوم الجمعة يديروا بربوشة ولا شخشوخة ولا المفرمسة ولا تليتلي، وكل واحد واش يحب يدير. بما انه احنا ديما معروفين بالجمعة نديروا ديما طبق تقليدي. المهم حبيباتي، هنا سربيت هذه الشخشوخه حطيتها في الصحن وحطيت فوقها الحمص. يعني شخشوخه راح نقدمها بطريقه زي، وهذيك المفرمسه راح نقدمها بالخضر. الخضر اللي كنت طيبتهم، البطاطا واللفت يعني اللفت هذاك يعني طاح معايا ما قعدش حاكم روحو، كان طاح في لاصوص، حكمت منه غير يعني غير طرف صغار. شوفوا البنات، هنا زينت المفرمسه تاعي كما راكم تشوفوا، وزينت الشخشوخه تاعي. نحيت هذاك الدجاج قليته. المفرمسه ثاني حطيت فيها ثاني شويه تاع المارغرين تاع ديما. نفضل بزاف اني نديرها فوق المفرمسه، راح تعطي لي واحد البنه ما شاء الله. ومام الشخشوخه ثاني ندير فيها ثاني طرف تاع شويه تاع مغرفه، يعني قسم مغرفه تاع المارغرين كي نعود نغلي فيها. المهم حبيباتي، هنا راح نسقي معكم المفرمسه تاعي كما راكم تشوفوا، ورايحين تشوفوا الطبق تاعي كيفاه جا في اخر يعني اخر ما وجدت كامل وحطيته قدامكم باش تشوفوا كامل واش درت. هذا هما الأطباق اللي كنت حضرتهم اليوم الجمعة. نقول لكم جمعة مباركة ومباركة عليكم وطيبة إن شاء الله. نقول لكم حبيباتي، لأول مرة تدخل القناة نقول لك اتهلا، يخلي لي اشتراك للقناة وفعلي لي هذاك الجرس باش يلحقوك جديد وصفاتي. وما تنساوليش هذاك الجام للفيديو باش يطلع معنا. ونقول لكم حبيباتي تهلاو لي في رويحاتكم، ونقول لكم فرجة ممتعة. باي.